نطلع مع بلدان كما قلت ربحنا الدوري ضد الترجي التونسي، وهذه يعطينا شحنه باش نقوموا بمباراه باهيه ان شاء الله. اهم من ده كله الاستقبال والعلاقات والنزول. اول حاجه انا افضل عليه لان في النهايه النادي الافريقي نادي عريق في افريقيا، جزاته البطولات وخدمه اقترب من 100 سنه. النادي الاهلي اكثر الفرق تحقيقات في افريقيا والعالم النهارده. انا شايف ان النهارده الغرض الاساسي من الرياضه هو تقريب ما بين الشعوب، ان دي روح الرياضه هي فائز ومهزوم، في الاخر الفوز منه مبروك والخسر منه هزلات، لكن في النهايه سي خليل يتمنى فوز النادي الافريقي. اعتقد كلام حلو بقى بعد الكلام ده. اتمنى فوز النادي الاهلي، لكن في النهايه اللي هيقدم كوره احسن اظن نقول له مبروك، واللي عاوز واللي مش هيوفق هنقول له هارد لك يعوض في لقاء العوده يوم 6/6 ان شاء الله. لكن في النهايه هي الروح الحلوه اللي انت شايفها ديت هي دي المطلوبه الحقيقيه في ما بين الفرق وما بين المنتخبات على مستوى الساحه المصريه والتونسيه في الرياضه وكره القدم. بعد الكلام مفيش كلام بقى. ان شاء الله خلص الكلام. ان شاء الله الفائز كبير يكون فير بلاي في المباراه هذه، ونقوموا بمباراه في اجواء احتفاليه، والفائز هو الجمهور المصري والجمهور التونسي.